طلاق المطرب تامر عاشور وزوجته سمر، شعرت بالخيانة. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. كشفت عدد من المصادر المقربة من الفنان وقوع الطلاق رسميا بينه وبين زوجته سمر بعد أكثر من 3 سنوات من الانفصال تمسكت فيهم بالطلاق منه. وذكرت عدد من التقارير الصحفية أن الطلاق تم بعد فترة طويلة من الانفصال طلبت فيها زوجته سمر الانفصال أكثر من مرة وتمسكت بالأمر، خاصة بعد أن كشفت من قبل تصريحات صحفية قبل أكثر من عام وقوع الانفصال وتمسكها بالطلاق رسميا. وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر في 2017 وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم رامي جمال ومحمد حماقي. وفي 2019 أنجب الفنان المصري ابنته الوحيدة أيام، إلا أنه أعلن بعد فترة خطبته على ملكة جمال الكون للسياحة عام 2019 بينما لا تزال سمر زوجته على ذمته. وبعد الانفصال بعامين وصلت الأزمة بين الثنائي إلى ساحات المحاكم بعد أن حصلت الزوجة على حكم بنفقة شهرية لطفلتها قدرها 6000 جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 3000 جنيه نفقة زوجية.